في 6 أكتوبر 2025 أعلنت جائزة نوبل في الطب عن الاكتشاف اللي غير فهمنا لجهاز المناعة. مين كان يتخيل إن جهاز المناعة اللي في جسمنا مسؤول عن أمراض كتير ما كناش عارفين سببها ولا فاهمين آليتها زي السكر والريماتويد، لكن بسبب إنجاز ثلاثي من فريد رامزديل وماري برونكو وشيمون ساكاجوتشي عرفنا السر. ماري برونكو كانت أول واحدة تلاحظ إن جهاز المناعة مش دايما شغال، وإن في نوع من الفرامل بتمنعه من إنه يتجنن ويهاجم خلايا الجسم. ماري برونكو بدأت تدرس خلايا غريبة اسمها الخلايا التائية التنظيمية تي ريجولاتري سيل. بعدها جه فريد رامزديل اللي اكتشف الجين اللي موجود جوه الخلايا دي وسماه FOXP3 جين، وده المسؤول عن تنظيم مناعتنا. اما الياباني شيمون ساكاجوتشي فكان اول واحد يوصف النوع ده من الخلايا بشكل دقيق جدا ويثبت وجوده فعليا. الانجاز ده على الرغم من انه يبان بسيط لانه كان السبب في فهمنا الامراض كتيره جدا زي السكر والريماتويد والتصلب المتعدد وامراض غيرها. قدرنا ان احنا في الامراض دي ننظم جهاز المناعه ونتحكم فيه وعرفنا السر وراها. شكرا لمتابعتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشوفوا باقي القصص على القناة.